يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. معلش الفترة اللي فاتت فيديوهات قليلة، بس قريب جدا ان شاء الله هيبقى فيه فيديوهات كتير قوي وفيديوهات مختلفة وفيديوهات من حتت كتير قوي جوه مصر وبره مصر. قريبا جدا هتشوفوا شغل عالي قوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، فعل زرار الجرس، ويلا بينا. نتكلم عن الشركة التي تتحدى الجميع، شركة هواوي، وجهازها الجديد النهاردة نوفا واي 90. موبايل اكتر حاجة هتميزه هي التصميم بتاعه اللي جاي بتصميم لأجهزة فلاج شيب هواوي اللي تمنها بيعدي ال 25,000 جنيه فئة الميت. شكل الكاميرات هنا جاي بشكل مختلف، شكل مدور كده، والشكل اللي هواوي بقت بتاخده لسلسلة الفلاج شيب بتاعتها. موبايل كمان في تصميمه حواف صغيرة جدا مع شاشة فول اتش دي بكثافة بكسلات 391 بكسل في البوصه. شكل الشاشه مع شكل الموبايل عمرك ما هتتخيل انك شايل موبايل ميد رينج يكون بالشكل او بالتصميم الجمالي ده. الشاشه هنا من نوع اي بي اس وفيها ريفريش ريت 90 هرتز، والمعالج هنا من شركه كوالكوم سناب دراجون 680. وعندنا واجهه هواوي الايموشن يو اي 12 والاندرويد مفتوح المصدر. وخلينا هنتكلم شويه على الايموشن يو اي والتطورات اللي حصلت فيه بشكل كبير. كمان الموبايل هنا بيجي ب 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكره، وده بيخلي تجربه المستخدم قويه شويه مع سرعه المعالج الكوالكوم 680. الكاميرات هنا اللي جايه في الاطار الدائري الاسود اللي جواه حته مختلفه في اللون، بتيجي 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.8 وعدستين، واحده للماكرو 2 ميجا بكسل وواحده للديب 2 ميجا بكسل، وكاميرا السيلفي هنا 8 ميجا بكسل. وتجربه التصوير في الموبايل ممكن ما تكونش الاقوى بشكل كبير، ولكن اتوقع شويه تحديثات هتحسن الموضوع، بس الكاميرا مرضيه جدا بالنسبه لي. واخيرا هنتكلم عن البصمه الجانبيه والشاحن. بصمه جانبيه استجابتها سريعه جدا، وبصراحه ما تعبتنيش اثناء الاستخدام. انا قعدت فتره كبيره بستخدم الموبايل وكانت التجربه بتاعتها تمام جدا، مع 40 واط شحن سريع. يعني تجربه الشحن الكامله هتكون من ساعه لساعه وخمس دقائق، ومن 0 ل 50% في 30 دقيقه. خليني بقى ادخل معاك في حته مهمه جدا، وهي التحسينات والحاجات القويه جدا اللي حصلت في السوفت وير بتاع شركه هواوي. هواوي قدرت تطور بشكل كبير من الاب جاليري الخاص بيهم او الاتش ام اس، هواوي موبايل سيرفيسز، بحيث ان هي عملت اكتر من تطبيق. دخل عندهم مجموعه تطبيقات كبيره جدا، وكل يوم هتخش هتلاقي مجموعه تطبيقات بتزيد، بالاضافه للتحديثات المتتاليه اللي بتحصل لكل برنامج كل شويه عشان يديك افضل تجربة للاستخدام. نقطة ناس كتير بتسأل عليها، وهي ازاي انك تقدر تنقل محادثات الواتساب بتاعك من التليفون القديم او من البرنامج عندك، الباك اب بتاع الداتا بتاعة الواتساب، تقدر تنقلها من موبايلك القديم لموبايلك الجديد من هواوي. ناس كتير قوي مغلوط عندها الموضوع ان الموضوع متعلق بان طالما مفيش جوجل موبايل سيرفيسز يبقى انا مش هقدر ان انا انقل حاجاتي. المعلومة دي مغلوطة، وهقول لك تقدر تعمل ده ازاي. بكل سهولة بتفتح النسخ احتياطي وبتنقل محادثات الواتساب عن طريق اعدادات الدردشات او الشات سيتنج، وبتقدر تاخد نسخه احتياطي لكل الداتا بتاعتك على الواتساب. وبعدين بتلاقي بعد كده في تطبيق استنساخ الهاتف او الموبايل كوبي انك بتقدر تاخد الحاجات دي وبتديله اذن لاستعاده البيانات. بكل سهوله بتقدر تنقل الداتا بتاعتك من الواتساب القديم للواتساب على موبايلك الجديد، والموضوع بيكون سلس جدا. عندك بعد كده البرنامج العبقري بتاعهم البيتل ماب اللي بيقدر يشتغل اوفلاين، يمكن بصراحه دقيق اكتر بشويه من الجوجل مابس. ولو مفيش انترنت او في انترنت هتقدر تتعامل بسهوله جدا مع البرنامج، وهتلاقي عليه الخرائط بشكل واضح وشكل سلس جدا، لدرجه ان في بعض الناس دلوقتي بقت بتفضل استخدامه عن جوجل مابس. فعلا البرنامج دقيق وبيديك تفاصيل العنوان، وما بيحصلش فيه لاج كده، ما بتحصلش النتشه اللي تخليك تاخد كوبري قبل ما تخش شارع يمين والحاجات الغريبه اللي بتحصل دي. البيتل مابس فعلا هيقدر يديك تجربة عظيمة جدا في استخدام الخرائط. وهو طبعا موجود على الاب جاليري او بيكون موجود على التليفون طبعا اول ما بتشتريه، بس تتأكد انك بتستخدم اخر نسخة من البيتل ماب، تعمل له تحديث من الاب جاليري وتبدأ الاستخدام. هتكون تجربة عظيمة وهتتبسط منها صدقني.
كمان على الاب جاليري هتلاقي كل الالعاب اللي انت بتدور عليها من بابجي او فري فاير، العاب كتير جدا هتلاقيها مجرد ما بتفتح الاب جاليري وبتعمل لها تحميل بشكل بسيط جدا بالكريكات بتاعتها بكل حاجه، وهتنزل اللعبه وتعمل لها سيت اب وتشتغل عليها عادي جدا، وهتلاقي تحديثاتها كلها موجوده، كل حاجه هتلاقيها موجوده. كمان تطبيقات البنوك هتلاقيها موجوده بشكل كبير جدا، واخرهم السي اي بي اللي بقى دلوقتي موجود برضو على الاب جاليري. كل اللي عليك انك بتعمل تحديث للاب جاليري وبتخش بعد كده تعمل داونلود للبرنامج بتاع البنك وبتبدا تتعامل عادي جدا. وكمان برامج شركات الاتصالات هتلاقيها موجوده كلها، تقدر تتعامل عليها، سواء المحافظ الالكترونيه، سواء البرامج الخاصه بالتحكم في خطك، كل البرامج بقت متاحه على الاب جاليري. وبالنسبه للناس اللي دايما بتسال على الجيميل، هتفتح برنامج الايميل عادي جدا من على هاتف هواوي، وهتخش تختار جوجل وبتضيف الايميل بتاعك، وبعد كده هتجيلك الرسائل بشكل تلقائي وطبيعي كأن رسالة ايميل بتجيلك، حتى لو انت مش بتستخدم التطبيق نفسه بتاع الجيميل، لكن من خلال تطبيق الايميل بتاع هواوي هتقدر توصل لايميلاتك بشكل سهل وسلس جدا. كمان تطبيق مايكروسوفت هتلاقيه متاح بشكل عادي، وتقدر تدخل تستعمل تطبيق مايكروسوفت بتاعك بشكل عادي جدا. بعد ما بتعمل التحديث بتحط الاكونت بتاعك، بتختار الباقة، بتحط الاكونت، وبتشتغل عادي خالص على تطبيق مايكروسوفت. الناس اللي بتحب تستخدم برنامج زوم لشغلها او حاجة، هتلاقي برضو زوم موجود، مفيش اي مشكلة، وبتقدر تنزل الابليكيشن بتاع زوم وبتتعامل عليه. كمان بتقدر تنزل يوتيوب فانسد وتقدر تخش من خلاله تتفرج على كل المتاح على اليوتيوب بشكل طبيعي وسلس جدا. فعلا تجربة المستخدم مع هواوي في التحديثات الاخيرة للاب جاليري والتحديث الاخير للواجهة بتاعتهم بقت تجربة مميزة، ما فيهاش اي مشاكل، اتطورت كتير قوي عن الفترة السابقة. يعني لو انت كنت بتستخدم تليفون هواوي من 6 شهور وجاي تجرب النهارده، هتلاقي اختلاف كبير جدا في الاستخدام، سلاسة وسهولة جامدة جدا في الاستخدام، والموضوع هتلاقيه بسيط ومش هتحس ان الموضوع ناقص منك حاجات كتير. حاجة تانية برضو الناس كانت بتسأل عليها، ان انت لو عاوز تثبت حاجة من الحاجات اللي انت بتستخدمها وبتستخدمها عن طريق مثلا انك بتدخل عليها زي الايميل او اي حاجة، الكويك اب ده تقدر تاخد نسخة شورت كات كده على الديسكتوب بره او على قائمة التليفون. مجرد ما بتدوس على الايقونة بتاعة البرنامج اللي انت عاوز تستخدمه، هتلاقيه فتح معاك، حتى لو هو مش موجود عندك بشكل واضح انك تقدر تحط له ايقونة، هتلاقيها طلعت بره وتقدر تستخدمها بشكل طبيعي جدا. الموبايل كتليفون استخدامه حلو، الموبايل نفسه كموبايل تجربته في الاستخدام حلوة. ناس كتير قوي، جملة يمكن سمعتها من حد وانا بستعمل الموبايل شافه في ايدي كده، قال لي يعتبر الفلاج شيب الرخيص. شكل الموبايل بيديك فخامة في الاستخدام مع الخامات المحترمة، طبعا مع شركة هواوي اللي بتديك خدمة ما بعد البيع بشكل قوي، وبتدعم الموضوع ده جدا، وبتعمل عروض على اي حاجة وعلى الشاشات وعلى قطع الغيار، وبتديك ضمان بشكل كويس يخليك قادر تكون بتستفيد من خدمة ما بعد البيع بشكل قوي. دي نقطة مهمة للناس اللي بتسأل دايما، حتة انك تجيب موبايل تستخدم في او يكون عندك امان في نقطة خدمة ما بعد البيع، دي حاجة مهمة جدا. سعر الموبايل حوالي 7700 جنيه، واعتقد ممكن تقدر توصل له بحاجة بسيطة اقل من كده، طبعا في ظل التسعير اللي موجود دلوقتي وفي ظل الاسعار اللي وصلت موبايلات فئة متوسطة ل 15 و 16 الف جنيه، يعتبر سعر مقبول وكويس. واعتقد كمان ان هو لو جبته في عرض او حاجة وخدته بسعر افضل من كده، هيكون تجربة مستخدم قوية جدا وهتتبسط من استخدامه. بشكركم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وانتظروني قريبا ان شاء الله في مجموعة فيديوهات قوية جدا. هنرجع لما كنا عليه من 3-4 سنين، فيديوهات متتابعة قوية كتير مختلفة متنوعة بشكل كبير، بس مستني منكم الدعم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية. سلام.